دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يمشي في الصحراء عليه حلة خضراء تعجبه نفسه مرجل شعره يختال في مشيته، يعني لابس نظيف وشكله جميل ومهندم وبعدين عمال يختال في مشيته، إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. تعالوا نشوف البيت اللي خسف به ده، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم مصارع السوء. تعالوا نشوف المنظر ده. شوفوا ادي البيت اخواني، نعوذ بالله من مصارع السوء. شوفوا طيارة هليكوبتر بتصور من فوق، منظر صعب جدا. ولاحظوا ان البيت اللي جنبه، شوف حوائط البيت اللي جنبه والابواب لم يمسها سوء، ما حصلهاش اي مشكلة. ده معناه انه هو المقصود فقط البيت ده بالسور بتاعه بكل شيء حواليه هو فقط. شوفوا هنا الناس بيبصوا، الشرطة بتبص تحت، يا ترى البيت ده راح فين؟ ورابطين نفسهم خايفين لا يقع. المساكين مش متصورين ان ممكن، هم مش واخدين بالهم من اللي خسف بهذا البيت ممكن يخسف بالارض كلها. شوفوا سبحان الله العظيم، كان بقى 300 قدم تحت غرقان في. واين كانت هذه الارض؟ وليه البقعة دي تحت؟